تخيل معايا كده عربيه كهرباء تمشيك 3000 كيلو في الشحنه الواحده، يعني تروح الساحل الشرير وترجع 10 مرات من غير ما تشحن العربيه ومفضي دماغك. لو ده فعلا بقى واقع، كل اللي احنا عارفينه عن سوق العربيات هيتغير تماما. مش بس هينهار عصر عربيات البنزين، ده كمان هيتغير مين اللي مسيطر على السوق ده. والسؤال هنا، مين في شركات العربيات الكبيرة هيبقى الأول في سباق الوصول للبطارية الصلبة؟ ويا ترى ممكن يكون تويوتا، تسلا، ولا BYD؟ في اتنين مهمين جدا وهم أصلا اللي هنتكلم عليهم في الحلقة بتاعت النهاردة، وهم هواوي وشاومي. وايوه انت صح، هي الشركات اللي بتصنع الموبايلات. لو الشركات المنافسه ما قدرتش تطلع عربيات بنفس الرينج بتاع الشركات دي خلال السنين الجايه، ببساطه سوقهم هيقع. الطلب دايما في السوق بيروح للبطاريات اللي المدى بتاعها كبير وفي نفس الوقت بتبقى خفيفه والكفاءه بتاعتها عاليه. شركات كتير جدا اعلنت انها شغاله على البطاريات الصلبه، ممكن لو قعدنا نعدهم من النهارده لبكره مش هنخلص. من اشهرهم الشركه الصينيه CATL وBYD وشاومي وهواوي، وطبعا الناحيه الثانيه العملاق تويوتا. على المدى اللي بطاريه هواوي شغاله عليها واللي تم تسجيلها كبراءة اختراع. براءة الاختراع الجديدة بتاعت هواوي بتقول ان البطارية فيها كثافة طاقة اللي هي انرجي دينستي بتساوي 500 وات اور لكل كيلو جرام، يعني تقريبا هي ضعف كثافة الطاقة اللي في عربيات تسلا موديل واي الجديدة. وده على فكرة نفس الرقم اللي اعلنت عنه CATL من اكبر الشركات، وتقريبا 80% من عربيات الكهرباء بياخدوا البطاريات من الشركة دي. كل الماركات بقى عندك سيكر، اكسبينج، شاومي، مرسيدس. CATL هي اكبر مصنع بطاريات عربيات كهربائيه في العالم، وهم قالوا ان هم عايزين يوصلوا للارقام دي في 2027. ولو الكلام ده فعلا دقيق، فهي هواوي نازله تلعب في ملعب كبير قوي وبقوه. بس هل ده فعلا يديك 3000 كيلو متر مدى في الشحنه الواحده زي ما قلنا في اول الفيديو؟ غالبا لا. بس لو قدرنا نوصل مع السنين ومع التقدم الحديث اللي احنا بنشوفه، لو قدرنا نوصل لكثافه طاقه بتوصل ل 700 كيلو وات لكل كيلو جرام، ده فعلا هيوصلنا المدى من 1500 ل 2000 كيلو متر في الشحنه الواحده. انت متخيل عربيه تمشيك 2000 كيلو؟ وده فعلا اللي بيتوقعه الخبراء والمحللين مع التقدم اللي احنا بنشوفه والسريع جدا ده. وبراءة الاختراع بتشرح طريقة جديدة لتحسين استقرار البطارية الصلبة عن طريقة إضافة النيتروجين للإلكترولايت عشان يقلل التفاعلات السلبية من ناحية الليثيوم، ودي مشكلة قديمة قوي بتقلل عمر البطارية بسرعة، زي مشاكل التشققات أو الأشواك اللي بتظهر جوه البطارية. وهواوي بتقول إنها حلت المشكلة دي، ودي مش حاجة بسيطة خالص، دي فعلا العائق الأكبر قدام البطارية الصلبة. دلوقتي بقى في نقطة الناس مش واخدة بالها منها خالص، إن هواوي ما اعلنتش على اي انتاج فعلي للبطاريه، بس كمان كان في براءه الاختراع بتاعهم انهم كمان قدموا براءه الكترولايت كبريتيه، ودي ماده فعاله جدا بس هي اغلى من الذهب حرفيا. وده يورينا انهم مش ناويين يقفوا على الكلام، لا دول داخلين صناعه البطاريات العربيات الكهرباء من بابها الكبير. بس خلينا واقعيين شويه، هل فعلا العربيات احنا محتاجينها اصلا تمشي 2000 او 3000 كيلو؟ هل ده واقعي؟ بنسبه كبيره لا. حتى لو احنا وصلنا للتكنولوجيا، ما اظنش ان الشركات هتنزل بطاريات بتمشيك الرينج ده كله. ولو انتوا عارفين كانوا منزلين بطاريه في الزيكر 001 بتمشيك حوالي 1000 كيلو او 1050 كيلو، وعايز اقول لك ان الشركه وقفت تنزلها. طب ليه وقفت تنزلها مع ان ده فوت كان رينج كبير وان الناس لو بتحب الرينج تاخدها؟ لان خلي بالك عربيه زي الزيكر 001 دي كان حجم البطاريه كبير جدا، يعني مساحتها اكبر ووزنها اتقل. مشاكل الوزن والحجم بتاثر جدا في العربيه، وانا متهيألي لو التكنولوجيا موجوده الشركات بالنسبه لها هدفها ان هم هيصغروا حجم البطاريه، لان هم عايزين يكسبوا وزن ويكسبوا مساحه. وانا وجهه نظري ان اي عربيه لو هتديك رينج صافي 700 كيلو انت مش محتاج اكتر من كده. خلي بالك 700 كيلو دول يعني حوالي 6 ساعات سواقه، ده 6 ساعات ده من نقطه A لنقطه B، انت ما بتقفش، ما بتاخدش بريك، ما بتعملش اي حاجه، فمتهيألي كتير، فمسافه بعيده جدا. واكتر من كده مفيش بني ادم هيسوق الكميه دي مره واحده، على الاقل هياخد بريك، على الاقل هيقعد في حته تلت ساعه يشرب قهوه بتاع. انت اصلا مش هتحتاج الرينج ده. انا شايف ان 80 او 90% من الناس
مش محتاجه اكتر من كده. وعايز اقول لكم كمان ان شاومي قدمت براءه اختراع في البطاريه الصلبه، وقالوا ان البطاريه الصلبه بتاعتهم المفروض تدي مدى 1200 كيلو في الشحنه الواحده، وتقدر تشحن 800 كيلو مسافه في 10 دقائق. والتصميم بتاعها بيستخدم تكنولوجيا السيل تو بادي. يعني ايه بقى السيل تو بادي؟ ان البطاريه يبقى جزء لا يتجزأ من الشاسيه بتاع العربيه، زي تقريبا كل عربيات BYD. وكمان بيقولوا ان كفاءه استخدام المساحه بيوصل ل 78%، ودي نسبه حلوه جدا. يعني ايه برضو؟ يعني المساحه اللي هم بياخدوها للبطاريه في العربيه او في الشاسيه هي 78% تخزين للطاقة حقيقي. ومن أهم الحاجات اللي هم قالوها، وناس كتير جدا بيجي على بالها السؤال ده، وأنا لو جبت عربية دلوقتي التكنولوجيا هتروح عليا، طب أنا البطارية اللي عندي بقت قديمة، أنا عربيتي هتبقى قديمة. جاوبوا على السؤال ده بكل صراحة، وقالوا إن البطاريات الجديدة اللي هم شغالين عليها المفروض ان هي هتركب مكان البطاريات اللي هي موجوده في عربياتهم دلوقتي، وانها ممكن تركب على نفس خطوط الانتاج بتاع البطاريات الليثيوم دلوقتي. بس هم ما جابوش سيره الBMS او الباتري مانجمنت سيستم، هل ممكن هيتغير ولا هم هيعملوا ايه؟ ما كانوش واضحين في الحته دي، بس هنشوف بعد كده هم هيقولوا ايه. بس ادينا اهو بنتابع الاخبار اما نشوف هنوصل لايه. ولو شاومي فعلا بدات تستخدم البطاريات اللي هي بتقول عليها دي في عربياتها، ده هيقلل اعتماد الشركه انها تاخد بطاريات من BYD او CATL، وهتبقى فعليا بتصنع بطارياتها بنفسها. وعايز اقول لكم ان الصين بتضخ المليارات في المجال بتاع البطاريات ده، علشان زي ما انت شايف الصين هي تقريبا كمان كام سنه وهتحتل اصلا تصنيع العربيات. وانا عايز اقول لك ان السوق العالمي للبطاريات الصلبه لوحده هيوصل ل 4.63 مليار دولار على 2029. بس في عقبه للاسف محدش عارف يحلها. احنا طبعا عارفين ان البطاريات الصلبه كان فيها مشاكل في التصنيع وبعد الاستخدام كانت بتظهر، عشان كده طبعا احنا بقالنا 15 سنه بنحاول نعمل بطاريه صلبه. سيبك من الموضوع ده. في بقى مشكله محدش عارف يحلها خالص لحد دلوقتي، او حتى محدش عارف يتكلم عنها، وهي التكلفة. تكلفة الكيلو وات ساعة من البطارية الصلبة في رينج من 1100 ل 1400 دولار. استنى ما تتخضش، لما تيجي تقارنها ببطارية زي الليثيوم ايرون فوسفيت زي بطاريات BYD، فهو سعر الكيلو وات ساعة تخيل انت 50 دولار. انت متخيل الفرق؟ 50 دولار و1400 دولار، ده فرق التكلفة. وزي ما انا قلت قبل كده البطاريات دي هتنزل في العربيات الغالية جدا، وهتاخد وقت زي اي تكنولوجيا حديثة عقبال ما تنتشر ويبقى سعرها مقبول. عايز اقول لك بكل اسماء الشركات الكبيرة اللي طلعت قالت البطارية الصلبة البطارية الصلبة البطارية الصلبة، احنا ما شفناش عربية واحدة حقيقية نشوفها قدام عينينا بتستخدم البطارية الصلبة الكاملة. بس كلهم بيقدموا براءة اختراع ويطلعوا يعملوا كونفرنس ويطلعوا يتكلموا ويطلعوا يقولوا، بس مفيش حاجة احنا ماسكينها بايدينا. بس براءة الاختراع بتاعت هواوي دي هي فعلا لو بجد فهم هيروحوا في حتة تانية، وهيودوا العربيات الكهرباء في حتة تانية برضه. بس زي ما انا قلت لو مفيش حاجة نمسكها بايدينا او نشوفها بعينينا فهو يعتبر كلام على الورق او ماركتنج للشركه، لان موضوع البطاريه الصلبه ده بيجذب ناس كتير جدا وكل الناس بتتكلم عنه. عايز اديكم مثال بسيط على شركه تويوتا اللي طلعت في 2014 وقالت احنا شغالين على البطاريه الصلبه وان عربياتها هتستخدم التكنولوجيا دي على 2020، لكن ده طبعا ما حصلش. وطلعوا تاني في 2023 اعلنوا عن نموذج بطاريه جديده بيمشيك 1200 كيلو في الشحنه الواحده وتشحن في 10 دقائق، وقالوا بقى ان دي هتنزل في 2028. وهيجوا بقى بعد كده في 2028 يقول لك معلش خليها 1035 عشان خاطري. الكلام ده كله لو حصل هيكون طبعا انجاز وهنروح في حته ثانيه. وخلي بالكم موضوع البطاريه الصلبه ده مش هيقتصر بس على عربيات الكهرباء، ده على الساعات، على الموبايلات. يعني انت بعد كده في المستقبل ممكن تمسك موبايل يقعد معاك بالاسبوعين والثلاثه. عايز اقول لك معلومه ثانيه، ان الصين سجلت اكتر من 7600 براءه اختراع بيخص بس البطاريه الصلبه في سنه واحده بس. كل المؤشرات بتقول والاخبار ان المفروض خلال 5 سنين البطاريه الصلبه هتبقى المعيار في السوق، واللي هيسيطر على البطاريه الصلبه او يوصل للاختراع البطاريه الصلبه بدون مشاكل هو اللي هيسيطر على السوق كله. اتمنى اكون فدتكم بمعلومات النهارده. كان معاكم محمد الصاوي، واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي عشان احنا بنحبها قوي. واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.